ازيكم يا جدعان، عاملين ايه؟ النهارده فيديو جديد ومقلب جديد في واحد صاحبي. النهارده هنعمل مقلب في صاحب ابراهيم. المقلب اللي فات كان في اسكندريه، احنا دلوقتي في راس البر. هتصل بصاحب ابراهيم واقول له ان تليفوني اتسرق وكانت الفلوس اللي معايا على فودافون كاش، وارن باهلي مش بيردوا عليا، ولازم ارجع دلوقتي حالا ومعيش فلوس ارجع، فمحتاج فلوس ارجع. وانزل دلوقتي اشترك في القناه واكتب تعليق حلو عشان لو الفيديو ده وصل 200 لايك هعمل لكم 7 على 5000 جنيه. والشروط هتكون سهله ان انت تعمل لايك وتعليق واشتراك في القناه، فخليك جاهز من دلوقتي. برن على ابراهيم اهو. الو، انا ضياء يا ابراهيم، عامل ايه؟ انت نايم ولا ايه؟ انت نايم؟ طيب انا دلوقتي في مشكله كبيره. انا لسه خير يا ابني. التليفون بتاعي اتسرق. يعني لسه انت بتصحى من النوم عشان تقولي تليفوني اتسرق؟ ابراهيم انا في مشكله كبيره، اسمعني بس. طب انا اعمل لك ايه دلوقتي؟ المره اللي فاتت تليفونك اتسرق، وبعد ما اتسرق وعملت فيلم هندي في الاخر مش عارف مين جابهولك. طب يا ابراهيم اسمعني بس. انا دلوقتي التليفون لما اتسرق فلوس كنت حاططها على فودافون كاش، وكنت دلوقتي انا لازم ارجع وبتصل على اهلي كلهم مش بيردوا ومعيش فلوس ارجع. كده كده لو خد التليفون مش عارف يفتحه. حل عني بقى، انا عايز انام. ايوه يا ابراهيم، بس انا دلوقتي عايز فلوس اروح. انا معيش فلوس. ابراهيم انت لسه منزل من شويه اللي انت معاك فلوس وكده، وبتقول اللي انت معاك فلوس كتير ومش عارف ايه. يا ابني فلوس شغل يا ابني، على اكل. ابراهيم بقولك انا بقولك انا مشكله يا ابراهيم ولازم اروح. يا عم انا لو معكش تاخر عليك، بس دي فلوس شغل ما اقدرش اعمل سنة. طب حاول تساعدني في اي مشكله، اي حل للمشكله اللي انا فيها. مش عارف اعمل ايه يا ابراهيم. انت تشحت مني، انا شحات اصلا. انا جاي اشهد يا ابراهيم. طيب يا ابراهيم. طب ايه، كان مقلب يعني؟ لا مش مقلب يا ابراهيم، انا بقول لك انا محتاج فلوس هو بجد. مقلب. هو مقلب لا بجد، مش هو مقلب. مقلب. مش بقى مقلب. فريق، ما انت عملت انا شفت الفيديو التاني وتجيش تعملهم عليا وانا عايز انام. لا يا ابراهيم، مين قالك اللي هو مقلب؟ ما ممكن يا يكون عم ده حقيقة. سيبك بقى، سيبك ولا تهلكوا. شوف نفسي حالي من النوم. حتى لو مقلب يا ابراهيم تكلمني بالطريقة دي؟ يا عم كلمك براحتي، وانت كنت على ذمتي. يا ابراهيم بقول لك معيش فلوس اروح، يا ابراهيم لازم اروح. يا عم غرفة ده يا بقى، انت تعملهم عليا، ده معايا فلوس ومش هديك. ابراهيم ما بهزرش بجد، خلينا نتكلم جد شوية. انا محتاج فلوس اروح بجد، معيش فلوس خالص. يا عم ريح يا عم بقى، ناقص الشغل على الأقل. انت تعملهم عليا يا ابني. طب يا ابراهيم يا ابراهيم انا بكلمك جد، انا مش بعمل مقلب ولا اي حاجة. طب مين ده اصلا اللي انت بتتكلم عليه؟ طب انت يا ابراهيم لما كنت عايز فلوس سلفتك واديتها لك وكمان ما طلبتهاش منك. انت سلفتني حاجة يا ابني؟ مسلفك يا ابراهيم. قول لي امتى طيب وانا اديهم. لما كنت عايز تشتري التليفون بتاعك الجديد وخدت مني 500 جنيه. خدت من مين؟ مني 500 جنيه. اقول لك على حاجة؟ ايه؟ احسك ان انا اهلي ربوني. انا محتاج بس 365 جنيه بس. ليه يا عم جاي من تل يا حبيبي؟ يا عم انا في راس البر، اروح واشتري مدلع لابويا يا عم عشان يدخلني البيت. طب ما تاخد 300 جنيه وتجيب له بهشتكة بس. طب ماشي، هات 300 جنيه. صدقت ولا ايه يا عم؟ راح يا عم انت. يا ابراهيم ما انت لما تعبت كنت عايز فلوس اديتك يا ابراهيم. يا انا تعبت امتى يا ابني؟ انا يوم ما تعبت من قريب. باشا بعكاز وربنا ما حد فيكم قال له خد جنيه. ابراهيم انا كنت بعمل فيك مقلب يا ابراهيم، وانت دلوقتي في فيديو على اليوتيوب. انت بتخوفني يعني، بتهددني. طب عليا الطلاق بنت، ده الراجل ده كلامه كله بجد وما خدتش مني جنيه في حياتي. يا عم عشان المقلب يا عم، انا مش لاقي لك حاجه اديتها لك يا عم، انت اللي عمرك ما طلبت مني حاجه. ولو طلبت هتديني؟ طب يا ابراهيم انت كنت بتكلمني كده ليه يا ابراهيم؟ لا بصراحة لو انت معاك ما هتقول لا. يا عم انا كنت بعمل فيك مقلب يا عم، انا عارف كل حاجة. مقلب يا ابراهيم؟ انا اللي كنت بعمل فيك مقلب.
بعمري في الفيديو اللي انت كنت منزله على اليوتيوب القديم. وانت شفته؟ انت غبي يا ابني. معلش انا نسيت. عارفك كده. طب الفيديو عجبك؟ الصراحة مم. لا. طيب سلام يا ابراهيم. انا والله ما عارف هو كده تمام ولا مش تمام، بس هنديله وسط. انزل دلوقتي اعمل لايك على الفيديو عشان نوصل 200 لايك عشان اعمل لكم المسابقة، واشترك في القناة، واشوفكم الفيديو الجاي. سلام.